بخلاف أوكرانيا التي اقتصرت على ترشيح العاصمة كييف فقط، يسعى المغرب إلى ترشيح 3 مدن إضافية على الأقل في ملف ترشحه لاحتضان كأس العالم 2030 إلى جانب الجارتين الإيبيريتين إسبانيا والبرتغال. وكشفت صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية أن المغرب يتجه لإضافة طنجة والرباط على الأرجح، ومدينة ثالثة مع الدار البيضاء مراكش وأكادير في ملف الترشح لتنظيم المونديال. ووفق ما أكدته الكونفيدنسيال، فقد تبقى 6 ملاعب لاكتمال ملف التنظيم 12 ملعبا في المجموع، وستكون من الجانب الإسباني، وذلك بعدما قررت البرتغال ترشيح 3 ملاعب لاستضافة المونديال، وهما ملعبان في لشبونة وملعب في بورتو. وبحسب ذات الصحيفة، فقد كان النصيب الأوفر من الملاعب المرشحة لاحتضان مونديال 2030 من نصيب إسبانيا، في ظل ترشيح أوكرانيا لمدينة واحدة فقط هي العاصمة كييف. قبل أن تتغير الأمور بانضمام المغرب للملف الإيبيري وترشيحه ل3 مدن على الأقل، بقيت الإشارة إلى أن المباراتين الافتتاحية والنهائية لام مونديال 2030 قد تقامان على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد، بحسب ما قاله رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس في تصريح سابق.